انا عايزاكي قبل ما تخشي اي علاقه او تبداي الخطوبه او ايا كان مين اللي متقدم لك، اقعدي بينك وبين نفسك قبل ما تاخدي الخطوه. اسالي نفسك كذا سؤال. اول سؤال: انا شخصيتي عامله ازاي؟ انا لما اخش العلاقه دي انا هقدم ايه في العلاقه دي؟ تمام. تاني حاجه: انا عاوزه الشخص اللي معايا ده او اللي هخش معاه في العلاقه ده يكون عامل ازاي؟ ايه صفاته؟ ايه مميزاته؟ ايه عيوبه؟ هل العيوب دي انا اقدر استحملها ولا لا؟ ايه الحاجات اللي انا عايزاها تتقدم لي في العلاقه دي؟ ايه الحاجات اللي انا عاوزه اخدها عشان بالتالي انا اقدر ادي انا كمان؟ تالت سؤال وده الاهم: مستقبلي انا عاوزاه يكون عامل ازاي؟ بمعنى ايه؟ لازم اول ما تتخاطب الراجل او تخش علاقه مع راجل او هتتجوزي راجل، لازم قبل ما تختاري الراجل ده لنفسك تكوني مختاراه لولادك في المستقبل. في المستقبل. طب الراجل اللي انا عاوزاه يدخل حياتي ده عامل ازاي؟ صفاته عامله ازاي؟ هتقولي لي شكله حلو وبيلعب رياضة ويكون طويل وعريض، يكون بيلبس حلو وبيلبس بيعرف يلايق هدوم على بعضها وشكله تحفة وتشوفيه كده من بعيد تنجذبيله، كل اصحابي يحسدوني عليه. ماشي، وبعدين برضو يعني انت ما قلتيليش حاجة مفيدة. ماشي، انت عايزة راجل نظيف باختصار. طيب وبعدين بقيت الصفات فين؟ هتقولي لي ايه هي الصفات اللي انا عاوزاها في الراجل؟ شوفي بقى، انت اقعدي بقى مع نفسك، عشان كده بقول لك اتكلمي مع نفسك او اسالي نفسك ايه الصفات اللي انا عاوزاها في الراجل اللي انا هتجوزه، مش اللي انا هتخطب له. ايه الصفات اللي انا عاوزاها في الراجل اللي هكمل عمري كله معاه بعد كده؟ ايه الصفات اللي انا عاوزاها في ابو ولادي، مش في خطيبي؟ لا، ايه الصفات اللي انا عايزاها في ابو ولادي؟ فكري في ولادك من وانتي لسه ما اتخطبتيش. فكري في مصلحة ولادك من وانتي لسه ما اتخطبتيش، عشان لما تتجوزي ولادك ما يحاسبوش هم على المشاريع. فهماني؟ فكري في نفسك وكل حاجه، بس برضو حطي حته ان لما جيب طفل في الدنيا ابوه ده لازم يكون عامل ازاي. وساعتها شوفي بقى انت ابوه ده عايزاه يبقى عامل ازاي. شوفي انت حياتك في المستقبل مع الراجل ده هتكون عامله ازاي. الراجل ده يقدر يقدم لي ايه الحاجات اللي ناقصاني في حياتي انا محتاجه ان الراجل ده يقدمها لي. عايزه راجل غني وحنين وطيب ويحتويكي ويخاف عليكي ويحبك ويحترمك ويحترم اهلك ويصونك ويقدرك وما يخونكيش وما يبهدلكيش وما يحوكيش للناس وما يحوكيش لاهله ولا لاهلك، وكل الحاجات الجميله الواو القمر دي كلنا بنبقى عايزينها. تمام. ماشي، انا عايزه كل الحاجات دي، انا فكرت في الحاجات دي وتمام وفهمت انا عاوزه ايه كويس جدا. قلتي مثلا انا شخصيتي عامله ازاي، انا هقدم ايه في العلاقه؟ هتقدمي ايه في العلاقه دي؟ هتقدمي ايه؟ هل عارفه ان انت ممكن هتقدمي صبر كتير؟ هل عارفه ان انت ممكن تقدمي محاولات كتير؟ هل عارفه ان انت ممكن تقدمي هتزعلي وهتتخانقوا وهتتشكلوا وهيمروا ما بينكم مواقف كتير؟ هل انت عارفه كده؟ هل انت عارفه ان انت لازم تقدمي تنازلات شويه عشان العلاقه دي تكمل وتعدي؟ هل انت عارفه ان انت بعد الجواز هتبقى العلاقه مختلفه تماما عن قبل الجواز؟ هل انت عارفه دي؟ هل انت عارفه ان مسؤوليتك بعد الجواز هتختلف تماما عن مسؤوليتك وانت بنت؟ هل انت عارفه او مستوعبه حجم المسؤوليه اللي انت هتدخليها بعد الجواز؟ اكيد مش عارفه. اللي انا عايزه افهمه لك ان احنا كبنات بنبقى سطحيين قوي 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 واحنا لسه صغيرين او احنا لسه في اول الخطوبه، وبالذات لو اول خطوبه. يعني لو اول خطوبه ما بيبقاش فيه قبلها تجارب، فبتخشي بتبهدلي نفسك في الخطوبه الاولانيه دي. فانا عايزاكي تفهمي وتستوعبي قبل ما تخشي الخطوبه، افهمي انت داخله تعملي ايه في الخطوبه دي. هل الشخص اللي انا هتخطب له ده انا هقدر احبه بعد كده ولا لا؟ طب ايه هدفي من الجوازه؟ انا ايه هدفي من الجوازه؟ هل انا عايزه اتجوز عشان ابعد عن اهلي واستقر ويبقى ليا بيت لوحدي واستقر فيه واعمل عيله صغنونه، ولا هل انا عايزه اتجوز علشان اجيب شريك حياه ليا ويساعدني في كل حاجه ونشتغل مع بعض ونعمل مع بعض بيزنس ونكبر مع بعض ونعلى مع بعض ومش عارفه ايه؟ ولا هل انا عايزه اتجوز واحد غني يصرف عليا ويصرف على اولادي ويعيشنا في مستوى نظيف وكويس؟ ولا هل انا عايزه اتجوز واحد يكون سند وظهر ليا ويحبني ويخاف عليا ويحتويني؟ هل انا عايزه اتجوز علشان اخلف ويبقى عندي اولاد ويبقى عندي بيبيهات واربيهم واقدر اشيل مسؤوليتهم؟ ولا انا عايزه اتجوز ليه؟ اسالي نفسك انا عايزه اتجوز ليه. لقيتي السبب؟ تمام. الراجل اللي انا هتجوزه، الراجل اللي انا راح اتجوزه ده، هل انا فكرت الراجل دوت هيناسبني ولا لا؟ هل انا شفت العيوب والمميزات بتاعته وفكرت المميزات والعيوب دي هتناسبني ولا لا؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت قبل ما تدخلي اصلا الخطوه تكوني انت عارفه عايزه ايه. خلينا متفقين ان البنات نوعين: في بنات عقلانيه جدا 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 جدا، والنوع ده انا بحترمه جدا من البنات. وفي بنات من كتر الضغط اللي في حياتها بتكون سطحيه.
بمعنى ايه؟ بمعنى ان في بنت مثلا قبل ما تتخطب لسه داخله في مرحله الخطوبه، بتقعد مع نفسها وتقول انا عايزه اتخطب ليه؟ ايه الحاجات اللي انا عايزه اتخطب عشان؟ ما بتلاقيش اي رد. هو كل الرد اللي في دماغها ان هي عايزه تتخطب علشان تلبس دبله، علشان تعمل خطوبه، علشان تلبس فستان وتروح تعمل ميك اب، علشان طنط الفلانيه بنتها اتخطبت وانا لسه ما اتخطبتش، علشان ماما مفهمان ان انا لو جبت 20 سنه ولسه ما اتجوزتش هبقى كده بورتو على الناس، علشان كل اصحابي مخطوبين وانا لسه مش مخطوبه، علشان 3/4 اصحابي اتجوزوا وانا لسه ما اتجوزتش، فانا كمان عايزه اتجوز وابقى زيهم عشان ما حدش يتكلم عليا، عشان ما حدش يقول لك دي كبرت، عشان ما حدش يقول لك دي هتعنس، عشان ما حدش يقول لك ده قطر الجواز فاتها. تفكير سطحي بطريقة مش طبيعية، بتخلوا البنات من كتر كلامكم معاهم على الجواز 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 الجواز، بتخلوا البنات نفسها تهرب من بيت أهلها قسما بالله، بتخليهم نفسهم يهربوا بقى من بيت أهلهم، وإمتى هتجوز وإمتى هاخد نفسي وإمتى هرتاح وإمتى مش عارفة إيه، وبيبقى كل من تفكيرنا الشاغل إزاي أتجوز، إزاي يجيلي عريس وأتجوز. فأنا عاملة لك الفيديو ده علشان لو انت بنوته فعلا كده وبيتضغط عليك الضغط الرهيب ده ما تستسلميش، يعني ما تستسلميش للضغط ده، تمام؟ ما تتجوزيش جوازه او ما تتخطبيش خطوبه او ما تدخليش راجل في حياتك لمجرد ان انت عايز تلبسي الدبله، او لمجرد ان انت عايز تمشي من بيت اهلك، او لمجرد ان انت ما عنديش عايز اهلك يتحكموا فيكي، او لمجرد ان انت خلاص اتخنقتي من التعليم وعايزه تقعدي وما عدتيش تكملي وعايزه تتجوزي وخلاص. لا، ما تعمليش في نفسك كده. يعني ما اروحش اتجوز الجوازه وخلاص، يعني مش اول راجل يجي يخش يخبط على بابنا اجري اتخطب له لمجرد، يعني في بنات بتتخطب بس لمجرد ان هو عنده شقه. يعني احنا عندنا هنا في دمياط الراجل او الولد اللي عنده شقه ده ما يترفضش، ممنوع ان هو يترفض. فانت علشان لما تيجي تتجوزي جوازتك ما تطلعش قرعه زي ما بيقولوا، اعملي الخطوات دي قبل ما تتجوزي. ما تتجوزيش او تخشي في الجوازه جهجهوني كده وخلاص. البنات طبعا انواع، وكل بنوته وليها مواصفاتها الخاصه في شريك حياتها اللي هي عايزه. زي مثلا في بنوته تقول لك مثلا ايه، انا عايزاه يكون معاه فلوس وغني ويعيشني عيشه كريمه وارتاح معاه ويكون عنده عربيه ويكون عنده شقه ويكون عنده وبتقف لحد هنا، وبتقف لحد هنا ما بتكملش الباقي. فممكن تتجوز واحد غني فعلا ويجي لها واحد غني ومعاه فلوس ومش عارفه ايه ويطلقها او يبهدلها او كل يوم والتاني يخونها او ما يكونش شخص قد المسؤوليه. بيبقى في عيوب كتير قوي 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 قوي. هي اهم حاجه بصت للفلوس بس، هي اخدت الحته اللي هي عايزاها الفلوس. فلا، ده تفكير غلط. اشوف ايه الحاجات اللي انا عاوزه الراجل ده يقدمها لي، ايه الحاجات اللي ناقصاني في حياتي الراجل ده هيجي يضيفها لي. يعني مثال، انا بحب الاهتمام، فبالتالي ما اروحش اخد واحد ما بيهتمش وما بيعملش يريح دماغه مني واقول له لا انت لازم تيجي تهتم بيا. لا، انت المفروض تكوني عارفه من الاول خالص ان انا شخصيه بحب الاهتمام، فلما يجي لي حد يتقدم لي هسالك انت فيك صفه كذا، هل انت بتحب الاهتمام ده ولا لا؟ هل انت هتعرف تحتويني؟ هل هتعرف تخلي بالك مني؟ هل هتعرف تبذل لي طاقه طول الوقت في حته الاهتمام دي؟ لان انا بالنسبه لي الحب يعني اهتمام. في بنات كده، وفي بنات تقول لك مثلا ايه، انا عايزاه يكون متدين، انا عايزاه يقربني من ربنا اكتر. فبالتالي لما تيجي تتخطب هتتخطب لواحد متدين. لو جالها 100,000 عريس هي مش هتوافق غير بالمتدين اللي هي عايزاه. هي عارفه طريقها، هي رايحه فين، هي عارفه سكتها عايزه تمشيها ازاي. واحده تانية ممكن تيجي تقول لك انا عايزه راجل يكون اب ليا، يكون اب ليا ولولادي، ويكون راجل كبير شويه ويحتويني ويخلي باله مني ويتعامل معايا كأن بنته. في واحده تانية تقول لك لا انا عايزه راجل يكون غني، انا عايزه راجل يكون معاه فلوس، انا عايزه اعيش عيشه مرتاحه، انا عايزه اعيش في مستوى عالي ومستوى نظيف. في واحده تانية برضو تتكلم وتقول لا انا عايزه راجل يكون مكافح، راجل انا وهو نشتغل مع بعض ونمشي الدنيا مع بعض ونتعب في الحياه مع بعض ونكون شركاء مع بعض. فاهميني؟ بس في فرق بقى، في بنات بتقع فيه كتير، اللي هو حته مثلا الراجل الغني ده. دلوقتي مثلا لو في بنوته جالها راجل غني مثلا، اتقدم لها راجل غني، الراجل ده ما بيترفضش. في ناس كده، في ناس مجرد ما بيتقدم لها راجل غني الراجل ده مستحيل نرفضه. ليه؟ معاه فلوس. مش يعني خلاص ده الراجل المناسب في الوقت المناسب في الحته المناسبه، راجل معاه فلوس، هنرفضه ازاي؟ ده ازاي هيترفض؟ فبيوافقوا عليه، وبعد ما بيوافقوا عليه وبيتجوز بقى وخلاص وعاشوا مع بعض سنه جميله، واكتشف في الاخر ان الراجل ده بيخونها، تكتشف في الاخر ان الراجل ده هيضربها، تكتشف في الاخر الراجل ده ما بيحبهاش، تكتشف في الاخر ان الراجل ده مش اب كويس، ما بيصرفش على عياله، ان هو فاشل، مش هيعرف يدير الفلوس دي. ففجأة بعد سنة 2 الراجل ده بيفلس. فحطيها نقطة للبنات اللي عايزة تتجوز رجالة غنية،
من حقي ان انا اختار مستوى مناسب ليا، ومن حقي ان انا اختار مستوى مناسب لولادي بعد كده ان شاء الله، ومن حقي ان انا اختار ان انا اعيش في مستوى حلو. بس قبل ما اقول انا عايزه راجل غني بس، شوفي انت عايزه ايه كمان. مش هتتلخص في غني بس، لا، شوفي انا عايزه راجل معاه فلوس، عايزه راجل معاه عربيه، عايزه راجل معاه شقه، عايزه راجل حنين، عايزه راجل طيب، عايزه راجل بيحبني. اهم حاجه، اهم حاجه، معلش، راجل بيحبني، راجل يخلي باله مني، راجل يحافظ عليا وعلى كرامتي، راجل يعمل لي حساب، يعمل لكرامتي حساب، راجل يحطني جوه عينيه، راجل يكون اب ليا ولولادي، راجل متحمل المسؤوليه، راجل هيريحني بعد كده، راجل مش هيبهدلني، راجل مش هيحوجني لاهلي، مش هيحوجني لاهله، راجل. انا عايزه الراجل اللي في حياتي ده راجل، بس بالطرق بقى اللي انا عايزاها، يعني باختلاف الشخصيات، لان مش كلنا بنبقى عايزين نفس الحاجات، فاهمين؟ مثال مثلا، في واحده تحب مثلا الجواز في بيوت العيله، في بنات بتحب كده، خلي بالكم. انا عندي واحده صاحبتي كده، في بنت تقول لك لا انا هتجوز في بيت العيله، انا بحب اللمه وبحب التجمعات وما بعرفش اقعد لوحدي، وانا بالنسبه لي انا كده هبقى مرتاحه جدا جدا جدا. وفي بنت لا، في بنت لو هتجيب لها السما على الارض مش هتوافق في بيت العيله، مش هتوافق، وانا من البنات دي. فاهمين؟ اللي انا عايزه اوصله لك، اعرفي الاول انت عايزه ايه، علشان لو انت ما عرفتيش انت عايزه ايه وبعد كده اتجوزتي، لو اخدتي راجل من غير اصلا ما تعرفي شخصيته، من غير ما تعرفي هو عامل ازاي، اتجوزتيه وخلفت منه، بعد كده محدش هيتعب غيرك، كده محدش هيقعد يلوم في نفسه وفي حياته غيرك. خلينا معترفين ان كلنا في الخطوبه بنبقى مثاليين، سواء بنات او شباب، كلنا بنبقى مثاليين. لما بنتجوز وبنقعد مع بعض في بيت واحد، بنحس ان احنا بقينا مختلفين شويه عن بعض. في ناس بتحس ان هي بقت مختلفه شويه عن بعض، وفي ناس بيكتشفوا ان هما مش شبه بعض اصلا نهائي. فعشان كده انا بقولك قبل ما تاخدي الخطوه وتخشي المرحله دي، لان المرحله دي مش سهله. انت معاكي فتره خطوبه يا ست، اتخطبتي تمام، معاكي فتره خطوبه، ما تعديهاش كده وخلاص قولي انا مخطوبه وهتجوز، امتى اتجوز، امتى اتجوز، امتى اتجوز، امتى اتجوز. لا، شوفي فتره الخطوبه، شوفي الشخص اللي انت هتتجوزيه، اللي انت هتروحي تقضي عمرك كله معاه، شوفي الشخص اللي انت هتدخلي معاه دنيا تانية وحياة تانية وهتعيشي عيشة تانية وخلاص. شوفي الشخص اللي انت هتجيبي منه ولادك عامل ازاي، ادرسي شخصيته وشوفي طباعه، هل ملائمة مع طباعك ولا لا، هل الطباعة دي انا هعرف اتعامل معاها ولا لا. وعايزة افهمك حاجة، ان كلنا يعني مفيش بني ادم مثالي، حط الحتة دي في دماغك قوي، كلنا بنغلط وكلنا مليانين عيوب، بس في فرق ما بين ان انا اخد شخص مليان عيوب والعيوب دي انا مش هعرف اصلحها، والعيوب دي انا مش هعرف اتعايش معاها، فبالتالي قدامي طريق من الطريقين، يا هتطلق وهتبهدل وهبهدل عيالي معايا، يا هقعد واستحمل واجي على نفسي وعلى اعصابي وعلى صحتي، يا بتمرض وفي الاخر خالص برجع اقول انا ضيعت شبابي وانا ضيعت عمري. وبتطلعي بقى عقدك في ولادك، وبتحطي عقدك في ولادك، وبتطلعي ولادك مرضى نفسيين. هقول لكم على حاجه انا مقتنعه بيها، ان العيل لو اتربى مع مضغوطه، او طول الوقت في مشاكل، او نفسيتها مش كويسه، العيل في الاغلب ما بيطلعش كويس مهما كانت بتعمل عشانه علشان تخليه كويس او ما تبينلوش، هي غصب عنها غصب عنها غصب عنها، هي ما بتعرفش ان هي تسيطر في الحته دي. الطفل بيحس بامه جدا 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 فوق ما تتخيل. فلما الام بتبقى عايشه متقدره وتقول انا عايشه عشان ولادي، عشان ماليش حته تانية، علشان مش عارفه ايه، الاطفال بتتعب جدا جدا جدا، بتبقى صعبه جدا جدا على الاطفال وعلى الام كمان، لان هي كمان بتضيع عمرها وصحتها بتروح وبتطلع تكبر وتقول لك انا معيش السن، وفعلا الام بتظلم، دي حقيقه دي حقيقه. يا اما كان القرار غلط منها، يا اما 90% القرار بيبقى غلط من الاهل. يعني في اهالي ما بتسالش، في اهالي اول ما بيجي لها عريس لبنتها ويلاقوا ان هو عنده شقته وشخص ملتزم، بيبان لهم ان هو ملتزم، بس هو في الحقيقه مش بيبقى ملتزم ولا حاجه. وطبعا مش كل الناس، في ناس طبعا محترمه جدا 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 كمان، بس في اشخاص معينين كده دول في الاغلب جوازاتهم عمرها ما بتنجح، في الاغلب الجوازه عمرها ما بتنجح مادام هو شخص مش شبهي. فانا ما بشوفش ان الجوازه ممكن تنجح ما بين شخصين ما همش شبه بعض. ازاي؟ ما هو ما ينفعش انا اكون شخصيه عاقله وراكزه وهاديه واروح اتجوز شخص شعنونه وبيحب الجري والتنطيط وبيحب يقعد يتكلم مع دي ويتكلم مع دي ويتكلم مع دي
وشخص فرفوش وانا هاديه وعاقله، ما انا اكيد هتضايق من تصرفاته. وعلى عكس صحيح ما ينفعش انا اكون شخصيه اجتماعيه قوي وبحب التجمعات وبحب اللمه وبحب اخرج واجي واكون متجوزه راجل قافل على نفسه شويه، قافل على بيته، قافل على حياته شويه، راجل عاقل شويه. ما طبيعي هتخنق منه، طبيعي هقرف منه، طبيعي حاسه ان انا مش عارفه اتنفس. فعشان كده انا بقول لكم خدوا الاشخاص اللي شبهكم. خدي الراجل لما تتجوزي الراجل، اتجوزي الراجل اللي شبهك. انت هاديه، خدي الراجل هادي. هبله وشعنونه، خدي راجل هبل وشعنون زيك، عشان تبقوا انتوا الاتنين متأقلمين مع بعض. مثلا مثال تاني، انا هتجوز راجل مثلا، والراجل ده اكتشفت فيه عيب ان هو بتاع ستات، بيبص للستات. في ستات عادي بالنسبه لها عادي تقول لك ما يبص، ما يروح ويشوف ويعمل اللي هو عاوزه، مش انا قاعده في بيتي. هل انت هتتقبلي ده، ولا بعد كده هيبقى في خناق وانت بتخني وانت بتعملني وانت وتشردوا لبعض بقى؟ فمن الاول شوفي انت ايه العيوب اللي تقدري تتقبليها، وايه العيوب اللي ما هتقدريش تتعاملي معاها اصلا. اصلا مش هتقدري ان انت تتخطيها حتى او تتعاملي معاها، لان فيها عيوب معينه كده احنا ما بنقدرش نتعامل معاها. فممكن الجوازه لا قدر الله تتفشكل بسببها، او ممكن يحصل طلاق بعد كده. فقبل ما تخشي خطوه الجواز وانت لسه لو هتفشكلي مليون الف خطوبه، مالكيش دعوه بكلام الناس، ما تحطيش كلام الناس في دماغك. لما تتجوزي وتجيبي عيلين الدنيا وتتبهدلي بيهم، والراجل اللي معاكي ده حرفيا يبهدلك بسبب عيالك ويرميكي وما يسألش فيك وما يصرفش على عياله، ساعتها الناس اللي انا كنت عامله حسابهم قبل ما اتخطب دول مش هيعملوا لي حاجه، مش هيفيدوني باي حاجه في الدنيا، غير ان هم ممكن يقفوا يشمتوا فيا عادي. طيبك اللي متقدم لك اقعدي معاه وافهمي شخصيته عامله ازاي، افهمي، قولي له على الحاجات اللي انت ما بتحبهاش. يعني مثلا انت لو ما بتحبيش الراجل المغرور، اساليه في الاول هل انت مغرور ولا لا. انا في جوازتي قبل ما اقعد مع خطيبي، انا كنت قاعده طول الليل، قسما بالله قاعده طول الليل افكر انا هساله في كذا وهساله في كذا وهساله في كذا، مع ان انا شخصيه بتتحرج جدا جدا، بس لا ده قرار مصيري. انا مش هعرف ان انا اعديه كده وخلاص، لا ده قرار مصيري. انا داخله خطوبه، هتتحسب عليا خطوبه خلاص. فانا قعدت اقول لنفسي انا هساله في كذا وكذا 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 وكذا، واشوف ردوا عليا ايه. والله ردوا عليا كان تمام، ردوا عليا مش مناسب خلاص. زي ما هم من حقهم ان هم بيقعدوا معانا ويسالونا، ويسالك انت بتصلي ولا لا، طب انت متعلمه ولا لا، طب انت بتشتغلي وبتحبي الشغل ولا لا، طب انت مش عارفه ايه، طب انت وبيشرط عليك ان انت ما تشتغليش وما تعمليش ايه. انت كمان اسالي، انت كمان ليكي حريه ان انت اسالي شوف الشخصيه اللي قدامك دي عامله ازاي، انت هتفهمي اذا كانت دي صفاته الحقيقيه ولا لا. وكلمتين عايزه اقولهم لك في اخر الفيديو، ما تبصيش لكلام الناس، ما تمشيش حياتك غلط عشان الناس، ما تاخديش قرار غلط في حياتك عشان خاطر الناس، ما تعمليش حساب للناس في كل حاجه في حياتك. لسه ما اتخطبتيش وانت عندك 20 سنه، ده والله العظيم انت يا بنتي جدعه، والله العظيم انت جدعه. اشتغلي على نفسك واشتغلي وشوفي مستقبلك، وافهمي ان الجواز جاي، افهمي ان الجواز جاي مسيره جاي. بس اتجوز جوازه صح انصف بيها نفسي وانصف بيها ولادي، ولا اتجوز جوازه غلط، وساعتها هنتقابل كلنا في محكمة الأسرة. فكري الأول واعقليها، وما تدخليش الجوازة كده وخلاص، وما تروحيش تتجوزي أي حد وخلاص، سلميش قلبك لأي حد وخلاص. لا ركزي انت عايزة ايه بالظبط، وعايزة الراجل اللي انت هتتجوزيه ده يكون عامل ازاي، وافهمي العيوب اللي فيه وافهمي المميزات اللي فيه، واقعدي بينك وبين نفسك ميزي ايه يعني المميزات دي اكتر من العيوب، ولا العيوب اكتر من المميزات. حاولي ان انت تختلطي بخطيبك قوي اثناء الخطوبه، حاولي ان انت تختلطي بيه مع اهله، يعني فهماني، يعني حاولي ان انت تروحي لحماتك مع خطيبك كتير، شوفي طريقته مع اهله عامله ازاي، اسالي اخواته ما بيتعصب بيعمل ايه، هل بيضرب، هل بيزعق، هل مش عارفه بطريقه طبيعيه جدا. احنا بنات وسوسات ومستاهلين وبنعرف نوصل لاي حاجه احنا عاوزينها. شوفي طريقه الراجل اللي معاكي ده مع امه وابوه عامله ازاي، هختصرها لك والله هختصرها لك. لو لقيت ان الراجل اللي معاكي ده طريقته مع امه وابوه كويسه، اعرف ان الراجل ده كويس. بس لو لقيت الراجل ده بيكرم امه، اعرف ان الراجل ده محترم، لان اللي بيكرم امه هيكرمني. بس مش معنى ان هو بيكرم امه ان هو يبقى ابن امه، لان ده فرق شاسع. لا بيكرم امه، بيحبها وبيقدرها وبيخاف على زعلها،
وبيحميها وبيعمل لها كل اللي نفسها فيه ومش بيأثر معاها نهائي، بس في نفس الوقت هو ليه قراراته لوحده في حياته بيقدر ان هو ياخدها لوحده بعيد عن والدته نهائي 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 نهائي. فاهماني؟ فشوفي طريقه تعامل خطيبك ده مع اهله عامله ازاي، ساعتها هتفهمي، هيجيلك كذا نقطه كده هتفهمي، هيظهر لك العيوب طبيعي. فالعيوب اللي هتظهر لك البسيطه دي في الاول في الخطوبه، لو العيوب البسيطة دي ظهرت لك واكتشفت ان انت عادي تقدري ان انت تتقبلي العيوب ديت، وبعد كده في الجواز تقدري ان انت تتقبليها عادي ومش مشكلة ومناسبة معاكي ومع شخصيتك، خلاص توكلي على الله. لقيت ان العيوب دي كبيرة، العيوب دي صعبة، زي مثلا راجل ما بيشتغلش وراجل قاعد طول النهار ما بيعملش اي حاجة واهله اللي بيصرفوا عليه، فده اعرفي مليون في المية ان انت هتتجوزي هو هيشيلك الشيلة لوحدك. تمام؟ راجل مثلا مش مسؤول، الراجل بيقعد يقارن ما بينك، خلي بالكم من الحته دي برضو، ان في شباب بيبقوا مخطوبين تلاقي خطيبه قاعد يقارن ما بينها وما بين البنات اللي حواليها كلهم، اعرف ان الراجل ده عينه زيغه مليون في المية مليون في المية. انا بحتقر الراجل اللي بيعمل كده، اللي بيقعد يقارن مراته او خطيبته باي بنت تانية. المفروض ان دي البنت الوحيده في حياتك، لو انت راجل محترم عينك ما تزوغش على اي واحده تانية، انت اصلا المفروض ما تشوفش اي بنت حلوه غيرها في العموم. يعني الست الوحيده اللي مسموح لك ان انت تشوفها احسن مني هي مامتك، بس غير كده لا. فانت تقعد تقارن ما بيني وما بين دي، لا خلاص روح لها وسيبني بحالي. بس في عيوب كتير 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 تقدري ان انت تميزيها قبل ما تدخلي مرحله الجواز، لان الجواز مش سهل، والجواز مسؤوليته صعبه جدا جدا، وبالذات مع الاطفال لما بتجيبي اطفال الجواز مسؤوليته صعبه بطريقه مش طبيعيه، والحياه اللي انت رسمها في دماغك قبل الجواز دي هي مش موجوده، هي بتبقى موجوده اول سنه ماشي، غير بعد كده لا. مع اول طفل بيجي معاكي في الدنيا الحته دي بتروح خالص خالص، بيبدا بقى الراجل عليه مسؤوليات وبيت وشغل وعايز يسد احتياجاتك انت وابنك، وانت نفس النظام، بيبقى خلاص بقى خلفت طفل وبتخش بقى في دوامه الامومه وبتخش في سهر وتعب فالجواز مش سهل، افهمي ان الجواز مش سهل، فلازم اما اتجوز راجل يسهلها عليا، يسهلها عليا. وهقول لكم على حاجه، طبيعي 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 مليون في المية هيكون ما بينكم مشاكل مش طبيعية في أول الجواز، هيبقى في ما بينكم مشاكل مش طبيعية. لو انتوا بتحبوا بعض والشخص ده بيحبك وانت بتحبيه صدقيني هتقدروا تكملوا وهتقدروا تتغافلوا عن اي مشكلة بتقابلكم في مرحلة الجواز او في الخطوبة. لكن الناس اللي مش بتحب بعض وكانوا واخدين بعض كده وخلاص، انا بتهيألي الناس دي ما بتقدرش ان هي تكمل في الجوازه لان ما بيستحملوش. فكلمتي الاخيره اللي عايزه اقولها لك انك تخلي بالك جدا 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 جدا، بالذات في الوقت اللي احنا بقينا فيه ده او في الزمن اللي احنا بقينا فيه ده، خلي بالك كويس قوي 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 من الراجل اللي انت هتتجوزيه، خلي بالك منه كويس قوي، لان الرجاله بقت صعبه اليومين دول، الشباب الجديد بقى صعب جدا 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 جدا. بس كده يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا استفدتوا من الفيديو النهارده وما كنتش طولت عليكم في الكلام، وربنا يفرحكم يا بنات ويبعت لكم احلى نصيب في الدنيا وتعيشوا احلى جوازه في الدنيا، وما يكون في حد احسن منكم، ويبارك لكم لو انت بنوته مخطوبه وخطيبك كويس معاكي ربنا يبارك لك فيه ويبعت لك خيره ويبعد عنك شر اي حاجه في الدنيا، ويخليكم لبعض وتتجوزوا على الف خير. وما تنسيش لو انت لسه متابعه معايا الفيديو لحد الان تضغطي له اللايك وتشتركي في القناه، واشوفك الفيديو الجاي حبيبه قلبي على خير، مع السلامه.